جات لي الفرصه ان انا اشوف بقى ايه. انا بتكلم في المجالين. بالظبط. انت بتعرض فكرتك اكسبوجر او ان انا ابص على فيلدز مختلفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من جي دي سكيلز بودكاست الشغلانه عايزه ايه. النهارده هيبقى معانا باذن الله نشوى غزالي بخبره اكتر من 25 سنه في مجال الاي ار بي. هنتعرف. ازيك يا نشوى؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ عملتي ايه عشان منين؟ نوصل لحد هنا؟ منين؟ من اول الكليه. من الاول. بص انا خريجه تجاره. حلو. الميجر بتاعي اكاونتنج، وبعد كده اخدت المنحه بتاعه الاي تي اي. تمام. كنت تقريبا الدفعه الثانيه، ما مش شاء عايزه اقول الله. لك من سنه كام بقى، خليني كده. ماشي. اخدت اي ار بي، وكان اول ما بدات كان انت فاكر عارف الاول بيبقى عندنا شهرين كده بناخد كل حاجه. بالظبط، اللي هي بتاخد فاونديشن او التاسيس. فاونديشنال، بتاخد شويه سيكوال، شويه الكونسيبت بتاع الداتابيز كمبيوتر بالظبط، النتورك. انستراكشنز وحاجات من دي. وبعدين بما اني خريجه تجاره والميجر بتاعي اكاونتنج، فكان احسن تراك بالنسبه لي ان انا اروح فاينانشال. حلو. وبالتالي انا بدات من هنا، اخدت المنحه بتاعه الاي تي اي 9 شهور. وبعد كده كان اياميها انا من اسكندريه، فكان اياميها الاكاديميه مع اوراكل، شركه اوراكل بتدي منحه 6 شهور على الداتابيس. فانا قلت بس انا اخدت جزء من الفانكشنال، يعني انا عندي النولج بتاعت الاي ار بي. كان وقتها بقى كان اي بي اس حلو. 11. فكان مثلا 11 جي تقريبا. تقريبا. فبعد ما خلصت ال9 شهور دول، رحت واخده ال6 شهور بتاعت الاكاديميه. حلو. كانت بتدي وقتها اوراكل والاكاديميه بتدي سيرتيفيكتس ديفلوبمنت وداتابيز. حلو. لو انت فاكر زمان كان الفورمز والداتابيز، كان داتابيز 8. الفورمز برضه عشان لو حد مش عارف، دي اللي هي الشاشات. ايوه ان انا على بالظبط. السيستم ازاي اقدر اعرف مورد، اعرف مشتري، اعرف الموظفين بتوعه وهكذا. دي بس المقصود بيها الفورمز ان انا اقدر اعملها. اللي هي الواجهه اللي الناس بتستعملها في الاي ار بي ده. تمام. سواء بقى بتشتغل فاينانشال، سواء بتشتغل سبلاي تشين او اتش ار. تمام. كان حاجه انترستنج جدا بالنسبه لي ان انا اشوف الفورم دي او الشاشه دي من ورا شغاله ازاي. حلو. احنا على طول كنا استعملها خلال الدوره بتاعتنا، كنا بنستعمل انك تعمل امبلمنتيشن، تعرف حاجه، تعرف بقى، عارف انت الشورت اوف اكاونت اللي هي شجره الحسابات، بالظبط. ايه المدين وايه الدين والحاجات دي كلها. فانا كان عندي فضول فظيع اعرف هي الحاجات دي بتروح فين. لا يعني احنا بندخلها على الشاشه، بتروح بقى فين من ورا. فما كانش قدامي فرصه، او جات لي الفرصه ان انا اشوف بقى ايه الحاجه دي بتدخل ازاي على الشاشه وبتتحفظ ازاي. حلو. فدرست شويه فورمز وداتابيز. بعد ما خلصت كنت بشتغل في شركه. كنت اياميها بقى انا كنت بدات اشتغل محاسب عادي. حلو. خالص. فالشركه اللي انا كنت بشتغل فيها كانت عندها ري انجينيرنج بروجكت، بداوا يدخلوا الاي ار بي سيستم. طيب يعني ايه ري انجينيرنج اولا كده؟ حلو. الري انجينيرنج ده كان في بدايه الالفينات كده، كانت الشركات بدات تعمل اعاده هيكله. حلو قوي. كان يبدا الكونسبت بتاع التحول الرقمي. حلو قوي. بس كان لسه في بدايته خالص. فكان عشان يبداوا يغيروا الشركات اللي كانت بتشتغل مانيول، بتشتغل تمام. يدوي، كانت بتشتغل الحسابات في دفتر. دفتر الاستاذ وكده. ايوه بالظبط. او كان الشركات المتطوره جدا كانت بتستعمل بقى الاكسل شيت، بتحط حلو. فيها دفتر الاستاذ ومدين ودين وترحل، ويبقى عندها شيت تاني تطلع فيه ميزان مراجعه، فكل الحاجات دي. حلو. وبعدين الشركه بقى اللي انا كنت بشتغل فيها دي بداوا يعملوا اعاده الهيكله. بس احنا كده لحد دلوقتي احنا محاسب. حلو. فانا بقى ايه، لقيتها فرصه بالنسبه لي. لا دول الشركه هتطبق الاي ار بي، وانا كنت واخده المنحه ال9 شهور بتاعه الاي تي اي وال6 شهور بتاعه اوراكل. فالشركه برضو كان ليها دور في الموضوع ده، او الاداره في الشركه شافت ان انا ليه لا ما اشتغلش معاهم. انا اوريدي عندي الباك جراوند، بس حلو. ما كانش عندي اي اكسبيرينس، كان عندي الباك جراوند بس او الخلفيه. فاشتغلت مع الناس دي، اشتغلت مع الشركه كانت تبع اليو اس ايد. حلو. كانت بتدي المنحه للشركات انها تعمل التحول الرقمي ده. حلو. فكان عندي بقى ايه فرصه ذهبيه ان انا اتعلم من الناس دي كويس جدا يعني ايه اعاده هيكله. تمام. ازاي تحول الشغل بتاعك من شغل يدوي لشغل مميكن او على سيستم. وفي نفس الوقت
كانت الشركة اللي بتعمل implementation أو بتعمل تطبيق تطبيق المشروع. وأنا كنت محظوظة جدا إن المشروع كان أوراكل، حلو. كان ERP اي بزنس سويت، فاشتغلت معاهم. وانا كان عندي فضول فظيع ان انا ابقى اعرف كل حاجه، ما شاء الله ما شاء الله. فاشتغلت بقى فاينانشالز، وكنت بقى مع بدايه بقى ايه الناس، احنا شجره الحسابات بتاعتنا هتتحط على السيستم ازاي، وازاي الناس هنغير التفكير بتاع الناس من انها شغاله على دفتر حلو. لانها تسيب الدفتر وتشتغل على جهاز. فده بقى كان كمان تشالنج، تحدي كبير. تحدي فظيع انترنالي جوه الشركه، داخليا جوه الشركه، والشركه اللي بتيجي تعمل لنا الامبلمنتيشن. وانا الحمد لله ربنا كان موفقني جدا، الحمد لله. وكان عندي حاجه مهمه جدا بشجع الناس كلها عليها اللي هو الشغف. حلو. انا كنت عندي شغف فظيع بالمجال وبالسيستم. فاول ما خلصنا المشروع، الشركه اللي كانت بتعمل امبلمنتيشن عندنا مديرها كان قال لي، كنا اتقابلنا بقى مع بعض واشتغلنا مثلا طول تقريبا المشروع سنه مثلا. فقال لي تيجي معانا. فقلت له اسيب شغلي؟ قال لي بصي انت مش يعني، لا انت مش حسابات، مش محاسب، انت تشتغلي معانا. فقلت له خلاص ماشي اوكي. حلو. فقدمت استقالتي، ودي كانت خطوه برضو جريئه لان انا كنت في السيف سايد يعني، او كنت في الدايره الامنه. ايوه بالظبط، زي ما بنقول انا خريجه تجاره وبحب المحاسبه. بحب المحاسبه، وكنت جزء من التحول ده ما بين ان انا اشوف المشروع اللي انا بدأته، الشركه اللي انا كنت بشتغل فيها عادي محاسب بقيت تشتغل على سيستم. فانا قلت خلاص بقى اغير المايند سيت بتاعتي. وبعدين انا زي ما قلت لك انا كان عندي شغف فظيع بالفيلد او بالشغلانه دي يعني. فرحت معاهم، قدمت استقالتي من شغلي، ومن هنا بقى بدأت رحله الكونسلتنج. حلو. ان انا هشتغل في الاستشارات، ان انا هشتغل بقى في الاستشارات، هبدأ اشوف بقى نمط شغل مختلف. حلو. طريقة تعامل مختلفة، طبيعة شغل برضو مختلف. أنا كنت في شركة اندستري، تمام، أو شركة صناعية، أو بلاش، لا هي مش صناعية قوي، هي شركة جزء منها حكومة، جزء منها قطاع أعمال. حلو قوي. فاحنا كنا بنشتغل في فيلد الناس كلها بتستعمله. فبالتالي بعد ما سبت شركتي دي ورحت الاوراكل، الشريك بتاع اوراكل او الاوراكل بارتنر زي ما احنا بنقول يعني، كانت اوراكل بارتنر. فبدات بقى يبقى عندي اكسبوجر، او ان انا ابص على فيلدز مختلفه. تمام. انماط في الشغلانات مختلفه، يعني تصنيع، تجاره، تجزئه، بيع، مجالات في التصنيع مختلفه. وده بقى نفعني ان انا شاطره حسابات، انا شاطره في المحاسبه، بس انا اتعلمت شويه سبلاي تشين، واتعلمت شويه مانيفاكتشرنج، واتعلمت شويه HR. فده خلاني ابقى عارفه عشان انتجريشن او الدوره الكامله ما بين كل الحاجات اللي بقى ايه بتساعد. هي في الاخر كل ده بيرجع للنهايه انك بتبص على الحسابات. بالظبط، عندي لا كمان بتبص على الحسابات، وكل ده حاجات انتجريتد مع بعضها. حلو. فبقى انا الحمد لله يعني كان ربنا موفقني ان انا اولا قابلت ناس شاطره جدا، اتعلمت منهم كتير جدا جدا، ادين لهم بالفضل يعني. الحمد لله ان انا اتنقلت من المجال ده للمجال ده، والشغف زي ما قلت لك. انا وبعدين كنت بقى ايه يعني، انا قعدت مع شركتي دي مثلا 2-3 سنين، وبعدين سبتها ورحت شركه ثانيه احسن شويه. حلو. اشتغلت برضو في مشاريع اكتر، اتقابلت مع ناس اكتر، سبتها ورحت شركه ثانيه. فانا قعدت مثلا ايه اتنقل من 3 ل4 شركات لغايه ما جات لي بقى ايه زي ما بيقولوا ايه النقله. حلو. من مجال الكونسلتنج لمجال البرودكت مانجمنت. وده برضو جاي من الشغف، ان انا على طول كنت بحس ان انا قاعده كأن الناس اللي بتشتغل في مطعم، الناس بتقدم اكل لكن تفصيله حلوه قوي، اول مره اسمعها الصراحه. بالظبط، يعني انا على طول كنت بقول لزمايلي كده، انا على طول بشتغل في صالة المطعم، انا بقدم الاكل اللي غيري بيعمله. ماشي. فانا عايزه اعمل بقى اشوف بيحصل ايه في المطبخ بره جوه. حلو التوصيف ده والله، يعني جميل والله. برضو كلها اقدار صدفه بحته
كان حد من زمايلي قال لي انا اعرف ناس في اوراكل بيفتحوا ديبارتمنت جديد وعايزين ناس فاينانشال. حلو. قلت لهم انا معاكم. ما كنتش عارفه طبيعه الشغل ايه، يعني هي بس بالظبط كده. بعت السي في بتاعتي، بعت لي ميل قال لي بعتي السي في، بعت السي في بتاعتي، عملت اول انترفيو وخلاص. يعني عارف انت، عملت انترفيو قعدوا شهر ما ردوش مم. عليا. انا تمام، انا بعمل اللي عليا وبسيب الباقي على ربنا. وعملت الانترفيو تمام وخلاص. وقلت بقى ايه، شهر ما ردوش عليا بقى خلاص الموضوع يعني ما عندي ماليش نصيب. بعد مثلا 10 ايام من الشهر ده لقيت تليفون بيكلمني، نشوى انت كنت عطينا السي في بتاعتك تمام، ممكن تيجي تعملي ريتن اكزام. فقلت له امتحان؟ فقلت له اه طبعا ماشي، بس انا ايه فين؟ قالوا لي في سمارت فيليج. قلت لهم انا عندي مشروع، انا بقى كنت بنزل مشاريع، حلو. انا عندي مشروع في العاشر من رمضان هخلص واجي لكم. قالوا لي تعالي اي وقت. فقلت لهم ماشي. فرحت عملت ريتن اكزام. انا كنت رايحه امتحن، يعني قلت امتحاني في ايه، في الامبلمنتيشن، السيت اب، الحاجات دي كلها. رحت لقيتهم عاملين امتحان لو انتي شغاله على البيبلز موديول او المدفوعات، نظام المدفوعات، حلو. تحبي تدوري ايه في السيستم. مم. فقلت بس ده انا عندي بقى ايه مشاكل كتير جدا كانت بتقابلني خلال مثلا، انا كنت بقى عندي مثلا 15 سنه اكسبيرينس ولا حاجه، كنت تيم فانت ليدر. خلاص بقى فقابلتي بقى فانا شركات عندي بقى كتير. مشاكل كتير جدا اه كنت بعاني منها انا والكاستمر اللي بالظبط. بشتغل معاه. فقعدت كتبت لهم حاجات كتير جدا. بعد ما خلصت الامتحان، ف later on بقى مديري يعني قال لي ايه، طب انت عندك اي افكار تانية في الاستاذ العام، المقبوضات، اداره الماليه، الحاجات دي؟ فقلت له لا، ده أنا عندي حاجات كتير قوي. يلا بينا. فقال لي طب تكتبي في ورقه؟ قلت له ماشي. وطبعا كان بقالي كتير قوي ما كتبتش في ورقه، يعني احنا كنا بنشتغل في كله على السيستم صح، اه على اللابتوب وكده. بالظبط. فقعدت عملت الامتحان ده. بعد ما خلصته قال لي طب انت عندك اي باك جراوند في ازاي تكتبي سيكوال؟ سيكوال ده اللي هي الكويري لانجوج او اللغه اللي بيتكتب بيها ازاي ترجع الداتا من الداتابيس. تمام. فقلت له لا ده انا عندي انا شاطره في الداتابيس. فقال لي طب اكتبي لنا كده لو انت عايزه تعملي الداتا دي ترجعيها ازاي بالكويري لانجوج حلو. يعني او السيكوال. فقلت له ماشي. فكتبت، قعدت كتبت في مخي. طبعا الواحد متعود على انه يكتب كود شويه وانت بتكتب كده كود بيطلع لك انك ناقص لك حاجه في الكود، حاجه تتصلح، يعني زي كده اسيستنت او مساعد حلو. وانت بتكتب الكود. فانا قلت له ايه، ممكن الاكسكيوشن ما يبقاش 100% صح لكن هحاول. اللوجيك او المنطق بتاع تنفيذ الكود. فخلصت الامتحان. وبعد عايزه اقول لك مثلا ان انا عملت الامتحان مجازا الحد يوم الاثنين السينيور دايركتور بتاع مديري ما كلمني شاء الله. في التليفون لانه مش من مصر. نشوى نعمل انترفيو. فقلت له تمام. قعدنا اتكلمنا شويه كده، عارف، كلام عادي في البيزنس. تحب تجوين امتى؟ اخر المكالمه ما شاء الله قال ما لي شاء ايه، الله. تحب تجوين معانا امتى؟ قلت له بص انا ارجع لشركتي لان انا عندي نوتس بيريد او فتره تسليم وتسلم شغلي، هرجع لها وارد عليك. رجعت لشغلي وانا برضو كنت محظوظه جدا مع الناس اللي انا بشتغل معاهم. انا اولا بحب الناس اللي اشتغل معاها، يعني الحمد انا لله. مادام بشتغل مع حد يبقى انا بحبهم جدا صح. وصحاب. فرجعت برضو لمديري وقلت له بص انا عندي فرصه اروح اوراكل، ودي فرصه ما اقدرش صح. استغنى عنها. فقال لي وانا معاكي، احنا دي حاجه تفرحنا ان يبقى حد شغال معانا يسيب شغلنا ويروح اوراكل. فقلت له تمام. قال لي رايحه كونسلتنج او الاداره، نفس الاداره في اوراكل. فقلت له لا، دي اوراكل بتفتح اداره جديده في مصر اسمها برودكت ديفلوبمنت وعايزين برودكت مانجمنت. ساعتها بقى دي كان اول مره اسمع يعني ايه برودكت مانجمنت. حلو قوي. ولما بعد كده جوينت التيم بتاعي، يعني مديري قال لي ان الحاجه الوحيده اللي خلتنا ناخدك ان انتي قلتي ده انا عندي مشاكل كتير، انا عندي حاجات كتير عايزه احلها.
ودي كانت الباب ان انا ادخل بقى المطبخ اشوف الفورمس والبزنس لوجيك او المنطق او الحاجات اللي احنا الفيتشرز كمان اللي في السيستم مين اللي بيعملها. حلو قوي. ودي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لي ان انا اتنقل من ان انا بستعمل النظام لان انا بحط خصائص بنشئه ومميزات جديده في النظام ده. حلو قوي. وده الفرق ما بين الكونسلتنج والبرودكت مانجمنت. حلو قوي. فبس وانا بقى من ساعتها في اوراكل. طيب لو احنا هنقول لو انا دلوقتي عجبني البرودكت مانجمنت، هاو تو ستارت؟ يعني انا دلوقتي حابب ان انا سمعت عن المجال وحابب ادخله، هل لازم يكون مريت بفتره في الكونسلتيشن او الاستشارات او الشركات ان انا اشتغلت مشاريع فيبقى عندي خبره بحيث ان انا لما ادخل المجال ده يبقى انا عندي اوريدي خبرات متراكمه من مشاريع قابلتها ومشاكل شفت العملاء بيشتكوا منها؟ بصي يفضل تمام. يعني انت طبعا ممكن تبدا البرودكت مانجمنت من الاول وتتعلم، لكن هيبقى على طول ناقصك حته كده سنس بسيط كده اللي هو العميل بتاعي عايز ايه. حلو. ده هتجيبه من انك عندك قابلت عملاء كتير واشتغلت في مشاريع كتير. شغل المشاريع ده مهم جدا. حلو. جدا جدا جدا. اولا بيديك اكسبيرينس او خبره في التعامل مع الناس، انك تعمل برزنتيشن وانك تتكلم مع الناس وانك تقابل الناس وانك تقنع الناس بالحاجه اللي انت عايز تطبقها عندهم. ودي حاجه مش سهله خصوصا لو انت داخل على شركه ما عندهاش سيستم او عندها سيستم اقل من اللي انت داخل بيه. تاني حاجه بتديك بزنس علشان تحل مشكله او عشان تحط فيتشر جديده او خصائص جديده في النظام. لازم تبقى عارف النظام انسايد اوت. حلو. صح؟ يعني انت مثلا شغال الدورة كاملة، يعني من أول ما بعمل إدخال لفاتورة جايالي لغاية ما بطلع بيان في الآخر بتاع الميزانية أبقى أنا فاهم الدنيا انا فاهمه الدنيا ماشيه ازاي تمام. وفاهمه نقاط القوه والضعف في البرنامج اللي انا شغال عليه. تمام. لان انت وانت شغال على الامبلمنتيشن بتلاقي حته مش بتفت او مش بتواكب او بتوافق السيستم اللي هم شغالين عليه. تمام. فيجي الراجل مثلا بتاع الماليه مثلا يقول لك لا احنا ما بنعملش كده، مم. احنا الدوره عندنا ماشيه 1 2 3. انا عايز السيستم يمشي بالطريقه دي. فانت بتعمل ايه عشان انت عارف السيستم كويس؟ يا اما بتعمل له شويه تعديلات في الحاجه اللي موجوده في البرنامج نفسه او من خلال نفس البرنامج، او بتقول له طب انا عندي ورك اراوند، انا عندي طريقتين. يعني تمام. بدل ما نعمل 1 2 3 هنعمل 1 2 3 4 عشان نوصل للنقطه بتاعتك اللي هي بالظبط. 3. فانت ده بيعمل عندك خبرات من اليوز كيسز او الحالات اللي الحالات أنا قابلتها. بالظبط اللي انت قابلتها، المشاكل اللي الكاستمرز بتعاني منها، والويك بوينت او مش هقول نقاط ضعف لانها مش نقاط ضعف قوي، لكن الحاجات اللي مش فولي كفرد في السيستم بتاعك، الحاجات اللي مش واضحه قوي في السيستم بتاعك. يعني انا لو رجعت كده خطوه ورا، ان انا لو داخل مجال الكونسلتنج مثلا في البدايه والاستشارات، او ان انا لازم مش بس ان انا بفهم كورس او واخد كورسات معينه، خبرات هكتسبها من الشغل، بلس ان انا يبقى عندي حاجات بيرسونال او شخصيه اشتغل عليها، زي ان انا يبقى عندي برزنتيشن سكيلز، او ان انا اعرف اتكلم ازاي مع الناس، اعرف اعرض المميزات بتاعه السيستم، واعرف استوعب الوظائف او الشغل اللي هم محتاجين يعملوه. حاجه مهمه كمان الثقه بالنفس. حلو قوي. لانك انا هتكلم على الفاينانشال او على الماليات. تمام. لانك بتلاقي نفسك قاعد قدام سي اف او مثلا، تمام. فانت محتاج ثقتك بنفسك يبقى اللي قدامك مصدقها، لانك هتقول له على حاجات لازم يصدقها. مش هيصدقها غير لما يشوفك واثق من نفسك. مظبوط. فانا كنت بروح اقعد مثلا مع مدير السي اف او يتكلم على انا بشتغل بالنظام المحاسبي الموحد، فانا لازم ابقى عارفه يعني ايه النظام المحاسبي الموحد. حلو. حتى لو انا ما درستوش في الكليه، بس انا لازم اقرا، لازم اذاكر الكاستمر بتاعي قبل ما اروح له. تمام. دي شركه مثلا صناعات غذائيه، يبقى انا لازم ابقى فاهمه الدوره بتاعت الصناعات الغذائيه والمصطلحات اللي هيستعملوها مثلا. والمصطلحات اللي هيستعملها، ومثلا نظام التكاليف عندهم ايه. فانا لازم ابقى مذاكره اولا لازم اذاكر كويس. حلو قوي. لازم ابقى واثقه من نفسي. لازم يبقى عندي لغه كويسه جدا. لان احنا بنشتغل، انت ما تعرفش طبيعه الكاستمر اللي هتشتغل معاه. ممكن يبقى
كاستمر او شركه بتشتغل عربي كلها او حلو. بتشتغل انجليزي كله. تمام. فانت على الاقل لازم يبقى معاك لغه كويسه وعندك communication skills، لانك تمام. بتعمل implementation. انا بتكلم في المجالين. بالظبط. انت بتعرض فكرتك، بتعمل برزنتيشن قدام المديرين بتاعت الشركه، تعرض لهم النظام اللي هيشتغل، بتعمل تريننج، تعمل تدريب للناس ازاي يستعملوا النظام ده. فانت لازم تبقى عندك برزنتيشن سكيلز كويسه، لازم تعرف تتكلم كويس، لازم ما تخافش، وده جزء منه جاي من الثقه بالنفس. تمام. وفي نفس الوقت لازم تبقى رجليك على الارض، مش ثقه بالنفس وطاير يعني ايه. يعني لو انا حبيت الخص كده اللي انا فهمته عشان ابقى بروفايل كويس، او ان انا اقدر لما اقدم على الشركه ابقى شخص كويس واكمل في المجال، ان انا لازم اكون بذاكر كويس، عارف الابليكيشن او التطبيق ان انا هشتغل عليه، ايه المميزات اللي فيه وايه الخصائص بتاعته. لازم اكون عندي لغه على الاقل كويسه مبدئيا، واقدر اشتغل عليها تتطور، زائد ان انا يبقى عندي ثقه بنفسي والكوميونيكيشن سكيلز والحاجات ان انا هشتغل عليها. طيب انا دلوقتي عجبني موضوع الفاينانس. لو هنرتبها كده، الاول لازم يكون انا خريج تجاره، خريج بيزنس، عشان اعرف ادخل التراك، ولا ممكن ابقى واخد كل يعني خريج كليه مختلفه واقدر اشتغل على نفسي؟ بص، هي ينفع، مفيش حاجه ما تنفعش، بس هي الفكره انك هتشتغل على نفسك قد ايه. حلو قوي. يعني انت مثلا خريج تجاره، فانت عندك الاساسيات، تمام. عارف يعني ايه محاسبه، يعني ايه حسابات، يعني ايه مدين ودين و ميزان مراجعه، ميزانيه، قائمه دخل، واشتغلت عليهم ودرست في الكليه وامتحانات وكده. وامتحانات. فانت خريج، ده تخصصك. هتحتاج تذاكر ايه عليه؟ هتحتاج تذاكر عليه الابليكيشن، وتشتغل شويه على نفسك، شويه زي ما قلت لك في الاول، شويه اي تي، يعني تبقى فاهم كمبيوتر اورجانيزيشن يعني ايه، تبقى فاهم داتابيز يعني ايه، فورمز او اي بيجز لو هتشتغل على اي شكل من الاشكال، يعني تبقى تمام. عارف حته صغيره من الجزء التكنولوجي، هتبقى عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. انما مثلا لو انت خريج كمبيوتر ساينس ماشي. وعايز تشتغل فاينانشال، هتاخد وقت عبال ما تتعلم الفاينانشال، مم. بس بس هتعتمد برضو زي كيس زي مثلا، لو انا عندي شغف وحبيت الموضوع هعرف انجح فيه. بالظبط. هي كلها بس ان انا انا ما خدتش وقت ان انا اذاكر الكور اساسيات بزنس، المحاسبه او كده. بالظبط. لكن اخدت الوقت بتاعي استثمرته في ان انا اعرف التكنولوجي. هو هيبقى عارف التكنولوجي، هيلاقي صح. برضو وقت يستثمره، او في هيستثمر البيزنس. وقته اكتر في البيزنس. تمام. انما حسب كل واحد وبرضه قدرات على فكرة. يعني في مم. ناس تبقى شاطرة قوي سبلاي تشين مم. ومش شاطرة محاسبة، او هي مش شاطرة فكرة يعني حسابات. ما اعرفش صح ولا غلط، بس مم. سبلاي تشين مش بيدرس بوضوح قوي في الكليات زي مثلا الجزء بتاع المحاسبة. المحاسبة بيبقى واضح جدا. اصل انت المحاسبة انت بتتكلم في مبادئ مش بالظبط. بتتغير، صح. وقواعد. يعني احنا في مصر بنشتغل بالنظام المحاسبي الموحد، مم. في مثلا في اوروبا بيستعملوا النظام الاوروبي، في امريكا عندهم النظام بتاعهم. بس انت في الاخر ما حدش بيختلف على انك عندك مدين وداين، عندك مصروف وعندك ايراد. طب حضرتك يعني فعلا والله يعني سؤال حلو ده. لو انا دلوقتي دخلت في مجال الاي ار بي، هل انا محتاج ابقى عندي محافظ على الشهادات ان انا باخدها في مجال المحاسبه، زي تقريبا السي ام اي والسي اف اي وكده؟ دي بتفرق كبروفايل بتاع موظف؟ بتفرق امم. جدا. آه، انا ارشح الناس تبقى دارسه تاخد سي ام اي، امم. لان عارف انت السي بي اي والحاجات دي اكترها اوديت، تمام. مراجعه. تمام. انما الحسابات اللي دي اللي هي هي شهادات في مجال الشهادات في مجال الحسابات. الحسابات. مظبوط. السي ام اي مهمه جدا لانها بتدرس لك المحاسبه الماليه. المحاسبه امم. الماليه دي، او خلينا اقولها لك بالصح بالعربي، المحاسبه الاداريه، تمام. اللي هي ايه؟ المصروف والايراد وتسجيل القيود المحاسبيه، وازاي تطلع ميزان مراجعه، وازاي تطلع قائمه دخل. دي مهمه جدا امم. جدا. يعني انا زي ما قلت لك، انا سبت الحسابات كحسابات ورحت للاي ار بي، بس انا كنت اوريدي بدات السي ام اي، فانا خلصت السي ام اي بتاعتي ما شاء الله. لانها مهمه. امم. وبتديك اكسبوجر او بتعرفك نظم محاسبيه مختلفه. حلو قوي. احنا اللي بندرسه في الكليه سواء انجليزي او عربي، امم. بندرس النظام المحاسبي الموحد. لان انا ممكن ابقى عندي مشاريع في مصر، ممكن تجي لي مشاريع في السعوديه، شركات في اوروبا، امريكا، فيبقى عندي
العلم. طيب لو هرجع بقى لحته، خلاص انا دلوقتي خلاص عندي الاساسيات، الانجليزي ده اساس، ده هيبقى حاجه ماشيه معايا طول العمر زي ما بيتقال. ولازم تشتغل عليه. تمام. حتى لو انت بدأت الانجليزي بتاعك عادي، لازم تشتغل عليه، مم. لان انت اولا هو هيتحسن بالتمرين، وفي نفس الوقت انت تشتغل عليه اكتر، تحسن الاكسنت بتاعتك، الكتابة. خلي بالك برضو جزء من الكوميونيكيشن، الريتن كوميونيكيشن، التواصل المكتوب، لانك حلو قوي. بتكتب يوزر جايد. انت بعد ما بتخلص امبلمنتيشن عند الكاستمر بتسلمه زي دليل دليل مستخدم. المستخدم. دليل مستخدم ممكن انت لازم. الايميلات، لا الاتفاقات كمان على الشغل. بالظبط، ده جزء من الكوميونيكيشن، بس الكور كوميونيكيشن هنا اليوزر جايد اللي انت بتديه للراجل اللي يشتغل بيه، لانه مم. بعد كده مش هيرجع لك، هو هيرجع للكتاب اللي انت اديته له عشان صح. يستعمل الابلكيشن. مظبوط. فدي برضو مهمة جدا، مش بس verbal communication، لا وريتن communication كمان. حلو. طيب الكورسات، هل انا بدخل على موقع اوراكل مثلا بنزل الكورسات بتعلمها لوحدي، بتفرج على يوتيوب، بتفرج على مواقع عليها كورسات، ولا بروح احضر كورس في مكان؟ انت حضرتك شايفه والوقت برضو، الوقت المتاح بيبقى باخد وقت قد ايه؟ بص، هو حسب طبيعة كل واحد. يعني حلو. في ناس بتعرف تذاكر مع نفسها، مم. وفي ناس تحب حد يساعدها في المذاكرة، يعني أو مم. يحطها على التراك المظبوط، مم. النهاردة هناخد ده يذاكره ويرجع وكده، هو هكذا. مم. انت في آخر الفكرة أو في آخر اليوم انت محتاج يبقى معاك شهادة، سواء ذاكرت لوحدك واخدت الشهادة، مم. أو أخدت كورس واخدت الشهادة. حلو قوي. لو انت بتعرف تذاكر لوحدك، خد الكورس سيلف اونلاين. ستادي. اه اونلاين او سيلف ستادي، خليني اقول لك سيلف ستادي احسن. خد الكورس سيلف ستادي وقدم على الامتحان لوحدك وامتحن. بس المهم قوي هنا انك عايز تشتغل، مثلا انا هشتغل في اي ار بي، هتشتغل في انهي اي ار بي؟ اوراكل مثلا، او اس اي بي، او مايكروسوفت. انا بتكلم على المين اي ار صح بيز. صح. والله لو انا هشتغل اوراكل يبقى انا افوكس على اوراكل، يبقى انا لازم يبقى معايا سيرتيفيكتس، مش لازم بس يفضل ان انا يبقى معايا سيرتيفيكتس من اوراكل. هشتغل اس اي بي، يبقى انا اشوف السيرتيفيكتس بتاعت اس اي بي. هشتغل مايكروسوفت، يبقى انا اخد السيرتيفيكتس بتاعت مايكروسوفت. احيانا بلاقي نفسي، او هو ممكن يلاقي نفسه اشتغل شويه في اوراكل وعايز يشفت ويروح يجرب اي ار بي تاني. الاساس في البيزنس ما بيتغيرش، حلو قوي. لكن الابلكيشن بتتغير، فهيحتاج يروح ياخد شويه سيلف ستادي. بقى ساعتها مش محتاج ياخد سيرتيفيكت قوي، لان هو اوريدي عنده البيز، بالظبط. فياخد شويه سيلف ستادي على الاختلافات ما بين التو اي ار بيز. لكن الفكره كلها ان هو at the end of the day هو محتاج يبقى معاه سيرتيفيكت. السيرتيفيكت دي زي كده ايه، جارانتي. انا ذاكرت وامتحنت ونجحت. انا ممكن اكون ذاكرت ما قدرتش اعدي الامتحان. وعلى فكره ناس كتير قوي بتذاكر وما تعديش الامتحان من اول مره. لازم ممكن تعديه بالمره التانية، مش من اول مره. وبالتالي هو ضمانه بس انك اللي ذاكرته نفعك، مش اكتر. تمام. و لو انا متذكر في بعض السيرتيفيكت دي بيبقى لازم بفلوس، فبرضه اللي هيبقى فاهم ان هو هيبقى داخل هينفست في السيرتيفيكت نفسه. هيبقى فيها انفستمنت وهيدفع فلوس. بالظبط. او يا في اما شركات. بالظبط في اتفضل. مبادرات كتيره جدا وزاره الاتصالات بتعملها، حلو قوي. ولغايه دلوقتي على فكره. يعني وزاره الاتصالات بتدي للناس منح، بيبقى فيه زي جوين كده تريننج مع شركات كبيره، مع اس اي بي ومع اوراكل ومع مايكروسوفت، وساعات بيعملوا مع جوجل. فيدور على المنح دي. المنح دي مهمه جدا 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 جدا. المنحة مش بس بتديك، مش بتعلمك الاي ار بي، لكن بتعلمك حاجات كتير. بتديك كوميونيكيشن سكيلز، وبتعرفك ازاي تقف تعمل برزنتيشن، لانك تعمل مشروع، تعرض المشروع بتاعك ده. وبتعمل في خلال مثلا الفترة بتاعت المنحة 6 شهور او 9 شهور، بتعمل امتحانات كتير وبتاخد برزنتيشنز كتير، تشتغل في تيم وورك صغيرة، في جروبس، تعمل مشاريع. ده هيعلمك برضو انك لازم تتعلم تشتغل في تيم وورك، ودي نقطة مهمة قوي. انت ما بتشتغلش لوحدك، حتى لو بتشتغل في التراك بتاعك لوحدك. بس انا ما اقدرش استغنى عنك لانك بتشتغل اتش ار. ما اقدرش استغنى عن بتاع السبلاي تشين، ما اقدرش استغنى عن بتاع المانيفاكتشر، والمانيفاكتشرنج ما يقدرش يستغنى عني.
فاحنا في الاخر احنا 4 أو 5 تيم ورك واحد بنكمل بعض. بننجح المشروع. مم. فلازم انا اعرف اشتغل في وسط التيم ده. هو دي لو فعلا لو حاجه الواحد فعلا يعني حابين نركز عليها دايما، ان انت طول عمرك بتدرس لوحدك، بتدخل امتحانات لوحدك، فبتفتكر ان ممكن في مرحله النجاح ان انا شاطر لوحدي، لكن فعلا ان انا لازم اكون عندي خبرات، ان انا بعرف اتعامل مع الناس، بستوعب الاختلافات، بستوعب ان كل واحد جاي من بيئه مختلفه بافكار مختلفه. المهم ان احنا عندنا هدف واحد، ان احنا شغالين، فاحنا متعاونين على الهدف الرئيسي بتاعنا. احنا زي ما قلت لك تيم ورك، يهمه ان المشروع ينجح، ما يهموش ان نشوى اشتغلت احسن من احمد او احمد اشتغل احسن من نشوى. هو نشوى واحمد نجحوا المشروع. هو دي حتى نقطة مهمة. من الحاجات برضو اللي احنا اتكلمنا عليها حتى في بداية الكارير، الاحترام اللي انت لقيتيه من الشركات اللي انت اشتغلت فيها، الناس اللي كانت بتساعد الناس اللي داخله جديد، او حتى لو حد ماشي مني، دي كانت كان فيها احترام جامد، ان احنا كلنا في مجال واحد زي ما بيتقال. بالظبط. وبعدين احنا المجال بتاعنا هنا معظم الناس عارفة بعض، معظم مم. الشركات عارفة بعض، معظم الريسورسز او الموظفين مم. بيتنقلوا من هم نفس الشركات اللي بتنقلوا منهم. بالظبط. فانت اهم حاجة برضو انك يبقى تبقى انت شخص آه، اسمك كويس في السوق. لما يتقال على احمد او يتقال على نشوى يقول والله دي شاطرة ومهذبة، حلو قوي. شاطرة ومتعاونة، شاطرة وبتساعد الناس. او احمد ده بيحب يساعد الناس، ده انا سألته على حاجة وما بخلش عليا. فهي دي نقطة مهمة جدا، ان انت على طول على طول على طول زي ما ناس ساعدتك لازم تساعد الناس. انا وقت ما بدأت ناس كتير جدا ساعدتني وأدين لهم بالفضل الحمد انهم لله. الحمد لله ربنا وقفهم في طريقي، ان هم حطوني على الطريق الصح. وانا بالتالي لما بتجيلي الفرصة ان انا اساعد اي حد ما اتأخرش. اكيد. اي حد عايز يعني لازم زي ما قلت لك، انت عندك ثقة بالنفس بس رجليك في الارض. لازم تساعد الناس، لازم تبقى متعاون جدا مع زمايلك. لازم تعرف ان انت العلم اللي انت اخدته ده مش هيقف عندك، مم. او مش المفروض يقف عندك، او الاكسبيرينس بتاعتك ما تقفش عندك. هي دايرة، سلمها لحد تاني عشان حد تاني هيسلمها للي بعده. صح. وبالتالي انت بعد كده هتبقى تيم ليدر شاطر، هتبقى تيم ممبر شاطر، لانك مش بتبص لنفسك بس، انت مم. بتبص للتيم اللي معاك، بتبص للناس اللي معاك، انت بتكبر بالناس اللي معاك. حلو دي قوي. نقطة مهمة جدا. انا مبسوط بجد والله. طيب انا دلوقتي خدت الكورس، وشايف ان البروفايل بتاعي دلوقتي جاهز ان انا اقدر اقدم. لقيت وظائف كتيرة قوي نازلة على لينكد ان مثلا أو مواقع التوظيف. اولا ازاي اعرف افهم الوظيفة دي مناسبة ليا ولا لا؟ يعني ايه الحاجات ان انا ابتدي ادور عليها في الوظيفة، او الشركة نفسها اللي هي منزله الوظيفة، فاقدر اقول دي تناسبني اقدم فيها ولا لا؟ اول حاجة الجوب ديسكريبشن. هنبدأ الجوب ديسكريبشن من الجي دي. ايوه بالظبط، الجوب ديسكريبشن. انت اقرا الجوب ديسكريبشن كويس جدا، مش مهم التايتل على فكرة. يعني اولا انا فريش جراديوت، انا هدخل على الجونيور ليفل، انا هتعلم. واهم حاجه ان انا اشوف الجوب ديسكريبشن بيماتش الكواليفيكيشن بتاعتي ولا لا. حلو أوي. يعني مثلا هم عايزين حد يشتغل فاينانشال، والله انا عارفه فاينانشال واخدت الكورسات كورس. بتاعه الفاينانشال، اروح اقدم. هم عايزين سبلاي تشين، ما اروحش اقدم. مش هروح اقدم اقول لا هروح اعمل سبلاي تشين ولو ما دفعتش في السبلاي. او ممكن يلاقوني كويس او اعرف ممكن اشفت من فاينانشال لسبلاي تشين. انا اي دونت ريكومند ده، لان ده اولا هيدخلك انت ثقتك بنفسك مش 100%، حلو. لانك هتتعلم. مم. انت كده كده هتدخل تتعلم، بس انت عندك على الاقل ايه، حاجه الأساسيات. سنداك يعني اه داخل بيها. فاهم حاجه الجوب ديسكريبشن. اهم حاجه برضو انك تشوف الشركه بتشتغل فين، يعني ايه مشاريع الشركه. يعني مثلا لما تيجي تروح تعمل انترفيو مع شركه، ذاكر الشركه قبل ما تروح. حلو أوي. حاجه مهمه جدا ان انا اقعد اتكلم معاك والاقيك عارف طبيعه نشاط الشركه اللي انا بعملها ايه، او المنتجات اللي انا بنتجها، او انك انت سمعت عن الشركه حاجه. ده بيحسس الراجل اللي انت بتعمل معاه انترفيو انك مهتم، مش انك رايح تقدم على وظيفه. لا، انا حابب
ان انا اجوين معاكم. حلو. ودي نقطه مهمه قوي. مم. يعني مثلا انا هروح اشتغل في شركه على سبيل المثال، يعني عايزه ناس تشتغل على الاي ار بي سيستم بتاعها كاستمر سايت مش امبلمنتيشن، مم. يعني اللي هي الشركه اللي عندها تطبيق اللي هي النظام، الشركه مش اللي الشركه اللي عندها بتقدم بالظبط. الخدمه. بالظبط. ولنفرض ان الشركه دي بتصنع عربيات، فانا بقى اذاكر الشركه، مم. اشوف فروع الشركه فين، ومين رئيس مجلس الاداره، ومين السي اف او بتاعها، وطبيعي النشاط ايه. طب عندهم انتاج، طب الانتاج اللي عندهم ده انتاج تصدير ولا محلي تصنيع مثلا؟ بالظبط. ايه تنوع المنتجات اللي عندهم، بيطلعوا الفاينانشال ستيتمنت بتاعتهم كل قد ايه. مم. كل الحاجات دي انا ببقى عارفاها او بقرا عنها قبل ما اروح اعمل انترفيو. حلو أوي. ده بيدي كريديبيليتي فظيعه او مصداقيه ان انا حابب ان انا اجوين، مم. مش بس ان انا بحط السي في بتاعي في شركات كتير بس، مم. لا، ان انت تبين انك مهتم. دي نقطه مهمه جدا. طيب حضرتك فتحتي لي برضه سؤال تاني. هل انا السي في بتاعتي، بس هنقول الموضوع ده مثلا مش في الفريش جراد، يعني حد اشتغل شويه مثلا 4 5 سنين، مثلا 10 سنين، هل السي في بتبقى ثابته في اي وظيفه انا شايفها مناسبه بقدمها هي، ولا محتاج لكل وظيفه ابتدي ازود او اضيف؟ طبعا حاجات اشتغلتها مش هكدب يعني. فهي الفكره، يعني السؤال هل حاجه تبقى سي في ثابته، ولا على حسب طبيعه الشركه ان انا بقدم فيها ممكن ازود او اضيف يعني؟ يعني لو انت فريش جراديوت او لسه خريج جديد، السي في بتاعتك نوعا ما هتبقى ثابته شويه، تمام. لان انت ما عندكش لسه اي خبرات خبرات. بعد 3 4 سنين تقدر تنوع في السي في بتاعتك الشركه. حسب المكان. مم. يعني مثلا لو انت رايح مثلا فيلد جديد وعندك خبرة، ممكن تزود شوية عن الكتابة عن الخبرة بتاعتك في المجال ده. لو انت مثلا عارف ان الشركة دي بتشتغل مثلا مشاريع في دول تانية، مم. وانت عندك خبرة شوية في الجزء ده، بدل ما انت كاتب باراجراف واحد عن الموضوع او سطرين 3 بس عن المشاريع بتاعتك، اشرح شرح مفصل شوية عن المشاريع اللي اشتغلت فيها في المكان ده او في مم. المنطقة دي. ده برضه هيدي credibility شوية للسي في، او مصداقية اكتر للسي في. حلو. كمان حاجة مهمة جدا، ان انت لما تيجي تعمل السي في بتاعتك ما تلجأش للسي في التقليدية اللي هو تاريخ الميلاد والاسم والعنوان ومعرفش ايه. لا، لو انت اشتغلت فعلا على مشاريع لازم تكتب المشاريع بتاعتك. هي تمام. المشاريع دي الحاجة المهمة جدا. مم. وانا ودوري في كل مشروع كان ايه؟ بالظبط. مم. ومشاريعك دي وصلت لغاية فين؟ ما انا ممكن اكون اشتغلت في المشروع ده اسبوعين والمشروع قفل، قابلت ما ناس والله كملش. كده يعني. ما كملش. وانا وتلاقيني كاتبالك في السي في بتاعتي ان انا عملت امبلمنتيشن في شركة من اكبر الشركات في مصر، بس المشروع ما كملش. مم. فيعني فين المصداقية؟ حلو. زائد زي ما قلت لك احنا الفيلد بتاعنا صغير، فلو انا شغاله في شركه وانت شغال في شركه، وانت عارف ان الشركه بتاعتي شغاله في المشروع اكس، مم. ما اروحش فانت احطه انا في السي في بتاعي وانا بقدم. مم. بالظبط. وبعدين انت عارف ان اكس ده ما كملش، مم. ما اشتغلش، الديل ما كملتش مثلا. صح. فما فيش داعي ان احنا نحط حاجه مش صح 100%. مم. برضو مهمه جدا يعني او نصيحه انا بنصحها للفريش جراديوت، اشتغل اي مشروع. ما مم. تقولش بقى ايه، لا ده اصل المشروع ده متعب، لا اصل المشروع ده بعيد عليا، اه. اصله بعيد عن بيتي، اصل انا هركب مواصلات كتير قوي عبال ما اروح للمشروع. لا، مم. اشتغل اي حاجه في اي حته. هتسافر في بلد تانية سافر، هتسافر في محافظه تانية سافر. أم، هتشتغل شادو، يعني هتتعلم. هنزل مع احمد هو الراجل اللي بيشتغل المين امبلمنتر او الاساسي في المشروع. مم. انا ما عنديش اي مشكله ان انا اقول لمديري انا هنزل مع احمد، هتفرج على احمد وهو بيشتغل، مم. ما عنديش مشكله خالص اتعلم. حلو. هتعلم من احمد بيشتغل ازاي، وبيتعامل مع الناس ازاي، وبيعمل برزنتيشن ازاي، وبيكلم الناس ازاي، وبيمتص غضب الناس ازاي. ما انت في صح، شغلتك دي دي ناس مهارة بتيجي مهمة جدا. تتنرفز صح. علينا، وانا مش عايز كده. وانا امتى اتحكم في كل ده؟ فانا لما انزل شادو مع احمد او انزل تمرين مع احمد، هتعلم من احمد. حلو. حاجه ما تقللش مني ان انا انزل مع اي حد اتعلم منه. حتى لو انا حتى لو انا بدات اخد مشاريع لوحدي وما عنديش، في بعض الاحيان الواحد ما بيبقاش عنده الوكيشن،
يعني مفيش ما مشروع دلوقتي فيش انا شغال مشروع عليه. دلوقتي انا شغال عليه، ومعايا واحد زميلي بيشتغل، فطب انا هنزل مع احمد هساعده، مش عايزه اي حاجه يعني، انا بس عايزه اخد خبره. احمد شغال في مشروع فيه مثلا بيزنس ما اشتغلتوش قبل كده، هنزل اتفرج على احمد بس وهو بيشتغل، ممكن اساعد احمد في حاجه، ممكن اكتب له حاجه، ممكن عايز اكتب ميتنج مينتس، اكتب ملاحظات من ميتنج داخله، اشتغل مع احمد اي حاجه. مش حلو بقى أوي. انا بشتغل امبلمنتيشن فانا كونسلتنت او كونسلتنج وما اعملش اي حاجه تانية، لا انا اعمل اي حاجه، انا اساعد الامبلمنتيشن، حلو. اساعد البروجكت مانجر، اساعد الراجل بتاع البري سيلز، اشتغل اي حاجه، حلو قوي. ده مهم جدا جدا جدا. طيب انا الحمد لله جات لي فرصه وجاهز دلوقتي ادخل المقابله، فلو انا هقول اول حاجه اتعلمتها دلوقتي لازم ابقى صادق في اللي انا كاتبه وعندي ثقه بنفسي. ايه كمان؟ يعني هل محتاجه ابقى رايح خلاص انا مجهز الشركه وكده، هل اتكلم بتواضع، هل اتكلم يعني خلاص انا دلوقتي بعمل قدام حضرتك الانترفيو، الدنيا هتمشي ازاي؟ اللي بيعمل الانترفيو لما بيشوف ان اللي قدامه فريش جراديوت بيبقى برضو مقدر او حاطط في حسابه ان اللي قدامه ده فريش جراديوت، ممكن يكون اول مره يعمل انترفيو او عمل انترفيو مره او مرتين بس قبل كده، لكن في كل الاحوال لازم الثقه بالنفس، ولازم ابقى متاكده ان انا اللي كتبته في السي في هو الحقيقي دي هي 100%. فعلا. انا ممكن اكون اكتب ان انا خدت الكورس بس حلو. ما دخلتش الامتحان، حاجه ما تعبنيش مم. ان انا ما خدتش السيرتيفيكت لسه، بس اهم حاجه المصداقيه، مم. دي حاجه مهمه جدا. لو تسمحي لي برضه اضيف حته كمان الانضباط في المواعيد. يعني انا لو الانترفيو بتاعي الساعه 9 ما اروحش 9 9 و5. يعني من التجارب راح. اه 8 ونص ابقى هناك، انا بدري احسن كتير، انا بالظبط. استنى الانترفيو. حتى لو مش لازم ادخل المكان يعني قبلها بنص ساعة، بس على الاقل اكون وصلت خدت نفسي عرفت المكان فين هطلع الدور الكام، لان برضو في شركات بيبقى يقول لك لا المبنى ده او الدور ده ابقى برضو عرفتها. لا انا اخد وقتي، ابقى مرتاحه، ابقى شكلي شكلي مرتاح. يعني انا بشوف ناس مثلا بتيجي تعمل انترفيو لابسه بدله، مع ان انا طبيعه الشغل بتاعتي مش لازم ابقى لابس بدله، مم. او انا رايح في شركه صناعيه او شركه سيرفيس، مش عيب ابدا ان اللي يكلمني يقول لي الانترفيو يوم كذا اقول له الدريس كود ايه، مش حلو قوي. عيب ان انا اسال. انا رايحه مكان اسال والله طبيعه البس ايه، مش عيب، انا عايزه البس زي ما هم بيلبسوا. هو متوقع يجي ان انا رايح سمارت كاجوال، يعني رايح مثلا بقميص وبنطلون، او رايح بفورمال، او يجي يقول لي مثلا انترفيو فورمال، فابقى انا عامل حسابي ان انا لابس فورمال او لو طبيعة الشغل فعلا بتطلب ان انا بنزل عند عملاء واللي بيبقى لبسي معظمه بدل، فيبقى هو محتاج يشوف ال ان انا دي الواجهة بتاعتي. بالظبط. انا بشوف ناس بنعمل انترفيوز لناس، احنا في البرودكت مانجمنت مش بنتعامل مع الكاستمر قوي زي الكونسلتنج، مظبوط. فبشوف ناس جايه تعمل انترفيو بدله، حاجه ما تقللش منهم، لكن كنت اي ابريشيت جدا اللي يسال الاتش ار مع الانترفيو يقول له دريس كود ايه، بيحسسني ان هو لا مهتم. هو عايز يروح صح، عايز يروح صح 100%. مش عيب ان انا اسال خالص، مش عيب اسال الانترفيو هيبقى عربي ولا انجليزي، حلو قوي. لان انا لازم اجهز نفسي. كل الاسئله دي هتساعدني ان انا اطلع باحسن صوره، دي حاجه مش وحشه. طب سؤال بقى introduce yourself، ده سؤال فعلا بيبقى مفيد ان انا بعرف اشوف الشخص اللي قدامي بيتكلم ازاي عن نفسه. اه سؤال مهم. ولما اقدم نفسي اقدم نفسي ببساطه ومصداقيه، وهرجع تاني للثقه بالنفس. باي ليفل لازم تبقى متواضع، مش اللي انت يعني متواضع بطريقه كويسه، مش ان انا هتنقل من شركه لشركه، انا مثلا سينيور ليفل ورايح شركه تانية، مش هقعد احط رجل على رجل بقى انا راجل سينيور وجاي عندكم، لا خالص. وانت مش معنى انك فريش جراديوت انك قليل، لا برضه. الثقه بالنفس وانك محترم نفسك ومتواضع، دي حاجه مهمه جدا في الانترفيو. طيب انا عايز اخد حته كده من اول مره بتاعت السيكوال كويري.
لو انا دلوقتي داخل تكنيكال انترفيو وحد بيسالني، هل هو بيبقى متوقع ان انا هقول له اي حاجه تكنيكال بقى، سواء مثلا كويري اكتب له اسامي التيبلز صح، ولا افهمه ان انا عارف التيبلز، او اوضح له ان انا كتبت بايدي؟ لان احد التقييمات بيبقى عايز اعرف هل انت فعلا كاتب ان انت عملت مثلا اشتغلت في مشروع وعملت السايكل كامله. ببقى عايز اوصل معاه لادق الحاجات، اشوفه فعلا هو كتبها او اشتغلها بايده، هل هو بيعرف فعلا يكتب كويري ولا لا، ولا انا عايز افهم هو هيفكر ازاي. يعني هديله مشكله، مش لازم يقول لي اسامي مثلا الجداول او التيبلز هو شغال عليها صح، ولا عايز اشوف طريقه تفكيره. حضرتك هتقيمي ازاي مثلا؟ هبص على اللوجيك مش على مم. الكود، اصل الكود هيتصلح، مم. انما اللوجيك هو ده اللي هو بيحطه. مم. ناس كتير بتعرف تكتب كود، بس حلو. الفكرة نفسها او اللوجيك نفسه مش عند الناس كلها. مم. يعني انا لما اقول له مثلا اكتب لي اعمل لي ريبورت مثلا، عايزه اطلع كذا وكذا وكذا، هو هيعرف يقول لي والله طب انا هجيب مثلا الرقم الفاتوره، وهجيب اسم المورد، واجيب المبلغ، واروح على structure تاني او تيبل تاني اجيب سطور الفاتوره، رقم السطر والايتم والديسكريبشن انا مش المفروض ان هو يبقى فاكر او حافظ اسماء الجداول مظبوط. بتاعت الداتابيز، مم. بس يبقى عارف هيجيبها منين. مم. فهي دي بس الفكرة، اللوجيك. حلو. زائد ان انت خلي بالك احنا برضو في الكونسلتنج انا بركز في الانترفيو على الفانكشنز، على مم. الفانكشناليتي يعني، او على الجزء البيزنس. حلو. الجزء التكنيكال ده جزء تكميلي، مم. انما لو انت راجل ديفلوبر لا، انت هيبقى عندك امتحان هجيب لك لابتوب وكود واقول لك اكتب كود. مم. فهي الفكرة بس كده ان انت بتبقى لو بتسأله على اي حاجة كومبلمنتري يعني تكميلية، مم. فهي بتبقى عايز تعرف هو بيفكر ازاي. لكن مثلا هناخد على الكيس بتاعتنا ان انا راجل مقدم على وظيفه استشاري ماليات او فاينانس كونسلتنت، يبقى انا كده فاهم ان انا هساله في قيود، هساله في عمليه فعلا من البيزنس. لو انا مثلا يعني سؤال جنرال مثلا، تقفلت السنه، ايه اللي انا محتاج يبقى عندي، ايه اللي انا محتاج اقفله، ابقى فاهم هو هيعرف يفكر ازاي. وبالتالي هقول له مثلا السؤال اللي بعده، انت بتطبقها ازاي على السيستم. اه مظبوط. مم. خلي بالك برضو ان انت في حاجات كتير بتتعلمها وانت بتشتغل، مم. انما البيزكس لا. يعني البيزكس دي انا ببقى عايزه اعرف ان عندك ولا لا، لان اي مم. حاجه بعد كده تتعلمها بسهوله. طيب انا الحمد لله اديت كويس في الانترفيو، اتقبلت، وقالوا لي دلوقتي هنتكلم في الاوفر او العرض المالي او المرتب بتاعي. ايه المرحله دي بقى؟ انا بقى يعني اعرف ازاي المرتبات، او ايه اللي اسال فيه في الشركه وانا بيكلموني في العرض المالي يعني. بص انت اهم حاجه تسال على الجوب ديسكريبشن. هنرجع مم. تاني للجوب ديسكريبشن. حلو. ايه الحاجات الاساسيه بيسموها ايه responsibilities بتاعتك، دي اول حاجه. طبيعه العمل والمسؤوليات اه والمهام اللي انا بالظبط، هنفذها. المهام اللي انت هتنفذها، ايه اللي لك وايه اللي عليك، دي حاجه مهمه جدا انك تعرفها قبل ما تدخل الشركه. مم. المرتب طبعا، هم هيدوكوا الاوفر، وانت آه، لو انت فريش جراديوت ودي اول مره تشتغل مم. هتقبل الاوفر، مم. مش هتنيجوشيت في مرتب، لان انت انتري ليفل يعني، انت داخل تتعلم، حلو. فانت هتقبل بالمرتب اللي معروض عليك. لكن لا نفرض انك بتتنقل من شركه لشركه، بعد مم. مثلا اول شركه اشتغلت فيها لشركه تانية، فانت لو رايح في نفس البارتنر كوميونيتي هتبقى عارف افريج المرتبات، وممكن تسأل، مم. ممكن تسأل حد تعرفه في الشركة، ممكن تعرف ممكن تسأل جوجل مم. على متوسط الأسعار في الليفل ده قد إيه، تمام. متوسط المرتبات يعني في الليفل ده قد إيه. ممكن تسأل زي ما قلت لك ناس تعرفها. طيب هل لو انا بقدم في شركة عندها السيستم بتاعها، او هي اللي مطبق فيها نظام الاي ار بي، متوسط المرتبات بيختلف، اللي هي بتقول عليها كاستمر سايد، بيختلف عن الفندور اللي هو مقدم الخدمة، ان انا هستفيد بمشاريع؟ طبعا مم. مقدم الخدمة أو الفندر أو البارتنر مم. ده عادة بتبقى الافريج اللي هو الماركت، الافريج الطبيعي، الكاستمر مم. بيبقى اعلى شويه، تمام. لان الكاستمر بيعتمد انه هيستفاد منك، مم. انت جايب الخبره بتاعتك عنده حلو. عشان يستفاد، فهيديك مرتب كويس، هيديك مم. مرتب اعلى من البارتنر. مم. البارتنر معتمد انك جاي تتعلم عنده،
فهيديك مرتب وزن الافريج، انها مش هيديك above average ابدا. حلو. هل في فرص في المجال ده ان انا ممكن اكون بشتغل من مصر لشركات بره بقبض بالدولار، او عندي فرص فريلانس مثلا؟ بص احنا الفيلد بتاعنا ده ميزته الريموت. انا ممكن اشتغل في شركه في مصر مشاريعها في السعوديه وانا قاعد في مصر وبعمل امبلمنتيشن في السعوديه، حلو. مش لازم اسافر السعوديه. مم. او انا من اسكندريه وبشتغل مشاريع كلها وانا قاعده اوف شور، يعني مم. مش اون سايت، يعني بشتغل من بيتي حلو. او بشتغل من مكتب اقليمي للشركه بتاعتي في محافظه تانية. مم. وارد، احنا اتس ريموت ورك، مم. يعني تقدر تشتغل من اي حته واقدر اقبض بالدولار وتقدر تقبض بالدولار. على حسب. حسب الشركه تقدر تقبض بالدولار. تمام. طيب حتة الريموت، لو عايزين بقى كام نصيحة كده للناس اللي بتشتغل ريموت، ايه الحاجات اللي هم عشان يحافظوا على الانتاجية بتاعتهم؟ بص، من الحاجات المهمه جدا هتكلم لك زي بتوع الاتش ار، مم. الورك لايف بالانس، اللي هي انك ازاي تقدر تفصل ما بين مواعيد الشغل ومواعيد البيت. مم. مشكله كبيره احنا كل الناس وقعت فيها ايام الكورونا، ان احنا كلنا اتحولنا من اون سايت لاوف شور، الناس كلها بقت تشتغل ريموت، الناس كلها كانت بتشتغل من البيت، وبالتالي كانت الناس بتقضي وقت كبير جدا في الشغل. صح. كانت الناس بتقعد تشتغل من 8 ل 8، لانها اولا كان في حظر والناس ما بتنزلش وما بتعملش اي صح. حاجه، فالناس كانت ما كانش قدامها حاجه تعملها غير انها تشتغل. مم. بعد الكورونا كان لازم الناس تقعد تفكر كده، هي مواعيد الشغل ايه؟ انا مواعيدي من 9 ل 5، ما مم. عنديش مشكله بما اني بشتغل ريموت وبوفر وقت الترانسبورتيشن او وقت المواصلات بتاعتي، صح. ما عنديش مشكله ان انا اشتغل ساعتين كمان زياده. مم. بس مش معنى ان انا اشتغل ريموت ان انا اشتغل 12 ساعه. مم. آه، الفكره برضو الاساسيه ان انا امتى اكستند الوركينج اورز بتاعتي وامتى لا. لو انا مم. في كريتيكال فيز في المشروع محتاج ان انا اقعد واسهر، اقعد واسهر. مم. لو انا في فيز مرتاحه خليني مع مواعيد الشغل. حلو. ميزه الوركينج فروم هوم انك بيوفر عليك وقت كتير بتقضيها في الترانسبورتيشن. صح. يعني احنا زمان كنا بناخد مثلا لو انت ساكن في مصر الجديدة ورايح سمارت فيليج انت ضيعت ساعتين صح. في المواصلات. في الريموت انت الساعتين دول ممكن استغلهم في الشغل، او حتى تستخدمهم اريح جسمي لا، فيهم مع او اسرتي بالظبط، كده. او تعمل رياضة الصبح قبل ما تبدأ الشغل، او تنزل مم. تمشي، مم. او تقرا، اي حاجة الساعتين دول انت بقى استفدت بيهم. ميزة الوركينج فروم هوم بيديك فلكسبيليتي، ان انت ممكن تاخد ساعة بريك في نص اليوم. مم. ممكن لو انت ما عندكش ميتينجز مهمة خلال اليوم ممكن تشفت الساعتين دول تعمل فيهم حاجة وترجع الشغل تاني. مم. هي كلها بتبقى اجريمنت ما بين الطرفين، ما بين الشركة والموظف. حلو قوي. في شركات بتبقى عندها مهمة جدا، عندها بيسموها الفليكسبل وركينج اورز، يعني بيقولك انت تشتغل 8 ساعات وعندك تاسكس، خلصت التاسك بتاعتك في ال8 ساعات او التاسكس بتاعتك في ال8 ساعات، بغض النظر انك مم. هتشتغل ال8 ساعات دول من 9 ل 5 او هتشتغلهم من 10 ل 6 او هتشتغلهم 3 ساعات و4 ساعات او 5 ساعات و3 ساعات حسب الشركات. صح. احنا هنا في مصر عادة بنميل اكتر للفيكسد وركينج اورز، هتلاقي معظم حتى لو انت بتشتغل ريموت انت بتشتغل من 9 ل 5. وفي برضه الحته اللي انت كنت اشرت لي قبل كده، حته التايم زون، اه خاصه انا بشتغل شركات بره او مشاريع بره. دي برضو نقطة مهمة جدا. مم. وساعات كلنا بنقع في تراب كده ان احنا بنشتغل كتير مم. حسب التايم زون، يعني بتلاقي نفسك بتشتغل مع ناس في الهند وناس في امريكا، فتلاقي نفسك شغال ساعتين بدري وساعتين متأخر. بس هي كلها في الاخر موائمات. صح. انت عايز تثبت نفسك وتنجح فهتتعب شوية في الاول، هتتعب شوية على طول، يعني انت على طول لازم يبقى عندك efforts بتتحط في الشغل عشان تنجح. فرص المصريين كويسه بالمقارنه بالهند مثلا، وخاصه هم ليهم باع طويل في المجال ده. احنا اشطر، مم. هم dedicated اكتر. مم. بيعرفوا يركزوا يعني وقتهم للشغل. مركزين اكتر بس احنا اذكى.
بس مم. نركز يعني، بس شاطرين برضه. فرص متساوية على فكرة. مم. طيب انا الحمد لله وصلت، خدت الاوفر، والنهارده اول يوم شغل ليا. هبدأ الكارير بقى، ايه اللي ابتدي اركز عليه من اول يوم عمل ونكمل ان شاء الله؟ أول حاجة تبدأ صح، تدخل على الناس بتواضع. الناس تبقى عارفة إنك جاي تتعلم، أنت داخل عايز تتعلم. أي تاسك تتأساين لك اشتغلها، مم. أي تاسك. زي ما قلت لك قبل كده، أنا داخل كونسلتنج، بس ما عنديش مشكلة إن أنا أساعد أحمد لو أحمد بيعمل برزنتيشن. ما عنديش مشكلة إن أنا أقعد جنب حد أتعلم. دي حاجة مهمة جدا، مم. إنك أولا ما تكبرش على إنك تتعلم. ده في الحياة عموما يعني، أو حلو. في الكارير بتاعك كله. طول ما أنت بتشتغل لازم تتعلم. تتعلم. اه أنا على طول كنت بقول للتيم اللي بشتغل معاه على طول على طول على طول، إحنا زي الدكاترة. صح. لو بطلت تتعلم أو بطلت تذاكر بقيت ورا. عشان مم. تفضل على طول قدام لازم تذاكر. ريليس جديدة لازم تذاكرها. حلو. بوليسي جديدة في الشغل لازم تذاكرها. هتكلم فاينانشال أكتر. صح. تعديلات في المعايير المحاسبية لازم تذاكرها. طريقة الضرايب اتغيرت لازم تذاكرها. ضرايب جديدة اتحطت تذاكرها. بص بقى، يعني انت مم. مش بس بتتكلم في تكنولوجي، انت بتتكلم في تكنولوجي وبزنس. حلو أوي. طريقة الحساب الضريبة اتغيرت لازم تذاكرها، لأن الشركة اللي انت بتشتغل معاها هتيجي تقولك نظام الضريبة اتغير، فأنا عايزة أغير السيستم. صح. فأنت لازم تبقى عارف ايه اللي اتغير مم. ويتغير ازاي وليه اتغير. فأنت لازم تذاكر. ده من مم. ناحية البيزنس. من ناحية التكنولوجي، احنا بنطلع ريليس كل سنة، في بنطلع ابديتس بتاعت فيرجن كل جديدة 3 شهور مثلا في مثلا. جزء وفي باك فيكسز، وفي ناس عندها مشاكل وبتحلها لها، وبنطلع مشاكل، بنطلع حلول. انت لازم تبقى اوير بكل ده. حلو. لازم مش بس بقى كمان، يعني دي برضو نصيحة مهمة جدا للناس. ما تذاكرش المجال بتاعك بس، مم. زي اقرا في اي حاجة تانية. يعني انت بتقرا في الحسابات او بتذاكر محاسبة، مفيش مانع انك تقرا شوية تصنيع. مم. تقرا شوية لين مانيفاكتشرنج كده، تعرف الدنيا ماشية هناك ازاي. تعرف شوية سبلاي تشين. كل ده بيساعد ان هو يزود خبراتك. حلو. خبراتك الحياتية بتنعكس على خبراتك في البيزنس. أكيد. اتعامل مع ناس كتير من منطلق انك بتساعد الناس. هل لو في فرصة بقى ان انا يبقى ليا منتور او ليا حد اتعلم منه، دي هتبقى حاجة مناسبة؟ ده اكيد. مم. عادة الشركات لما بيدخل لها اي حد موظف جديد بتقول له انت شادو لاحمد، مم. انت ضله. احمد ده يعمل اي حاجه انت وراه. مم. هو لازم يتعلم من كده. سواء الشركات، زي ما قلت لك، الشركات بتعمل كده على طول. كل الشركات بتبقى عندها منتورنج بروجرام، يعني بتخلي حد يعلم الناس الجديده. وحتى لو انت في خلال اول اسبوع لك للشركه ما لقيتش الحته دي موجوده في الشركه، روح لمديرك وقول له انا عايز حد يعلمني. مم. مش عيب. ومش عيب at any point of time انك تقول انا مش عارف الحتة دي، حد يعلمها لي، او الحتة دي مش عارف هذاكرها الاول. حلو. دي نقطة مهمة جدا. مم. لان انا بشوف ناس من دافع الشغف تعرف تعمل كده. اعرف مم. تعملها في قد ايه، اعملها في يومين واستنى 3 ايام وما سمعتش لا حس ولا خبر منه. فهي الفكرة كلها، تعرف تعمل ده. اعرف عملته قبل كده، لا بس تتعلمه. مم. ده نقطة مهمة جدا، حلو. ان انت عندك الشغف للتعليم. مم. ومش عيب انك تقول ما اعرفش، ومش عيب تقول اتعلم. دي حاجة مهمة قوي. طب حلو أوي. مم. طيب ده يعني طلع لي سؤال كده، المسار بتاعي والكارير باث بتاعي يمشي ازاي؟ انا بدأت كجونيور، واتس نيكست، ومتوسط السنين اللي انا ممكن اقضيها في كل مجال، او بص في هو كل سوري في كل فيز ستيب. يعني. بص هي بتبقى ستاندرد عموما. يعني انت بتبدأ جونيور، تقعد يومين، تقعد مثلا اسم سنتين مثلا،
او 3 ماكسيمم تبقى اكسبيرينس، تقعد سنتين مثلا تبقى سينيور، سنتين 3 برضو تبقى سينيور. ده الطبيعي. الفكرة بقى الأساسية برضو إنك أول 4-5 سنين من وجودك في الفيلد هيوضحوا لك انت عايز تمشي ازاي. حلو. يعني مثلا انا اعرف ناس كتير قوي بدأت كونسلتنج وبعد كده راحت على بري سيلز، او بدأت كونسلتنج وراحت بروجكت مانجمنت. طب ممكن سريعا بس يعني ايه كلمة بري سيلز يعني ايه بروجكت مانجمنت سريعا بس؟ تمام. بص، بري سيلز دول الناس اللي عندها خبرة في البيزنس وبتعرف تحط الكاستمر على اول الطريق. تمام، ده انا لسه ما اشتريتش. انا لسه ما اشتريتش. انت عموما لما تيجي السايكل بتبدا منين؟ بتبدا من ان انت الكاستمر عايز تحط اي ار بي سيستم عندك، فبيبقى عندك شركات كتير بتسمع من كل شركه. اللي بتسمعه من كل شركه ده مبدئيا كده الراجل المبيعات اللي بيقوله بتاع المبيعات بيجي يقول لك والله انا عندي اي ار بي سيستم بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ويفضل ورا البيع. حلو. والله طب انا عايزه اسمع زياده، هروح للبري سيلز. البري سيلز بقى هيجي يقول لك والله انت عندك المشكله دي، السيستم بتاعك يحلها لك بواحد اتنين تلاته، وتعالى حلو اوريك أوي. ديمو يعني اوريك سايكل كده بسيطه، شغلك هيشتغل ازاي. ده حلو الراجل أوي. بتاع البري سيلز بيعمل كده. حلو أوي. بعد ما الديل يتقفل الراجل الكونسلتنج ياخد بقى ايه، يطبق له بقى الحاجات دي فعليا عنده على السيستم. فعشان انت عندك بعد 3-4 سنين او 5 سنين ماكسيمم، يعني بقى عندك الاكسبيرينس انك تقدر تقول للكاستمر ارشح له يمشي ارشح لك ازاي تمشي وكده. ازاي، او تعالى اوريك السيستم عندك هيمشي ازاي من قبل ما تشتري. حلو. وهو ده دور البري سيلز. مم. ففي ناس بتعمل كده، في ناس بتشتغل الاول كونسلتنج كونسلتنج سنتين وتحول 3 لبري سيلز 4 وبعدين تشتغل بري سيلز. وسريعا البروجكت مانجمنت. البروجكت مانجمنت بقى ده الاوركستريشن، ده اللي بيمشي المشروع ماشي ازاي. بيحط مايلستونز او بيحط خطوات اساسيه المشروع هيمشي عليها، هنسلم امتى، مين هيعمل ايه، مين هيروح اليوم الفلاني يشتغل ايه. احمد هينزل الاول يعمل الاتش ار اورجانيزيشن سيت اب، نشوى هتدخل تعمل تشارت اوف اكاونت، محمود هيدخل يعرف الانفنتوري اورجانيزيشن. بيحط بلان واضحه للمشروع هيمشي ازاي، بمواعيد، بتكلفه، بمايلستونز يعني مراحل التسليم مراحل مثلا. تسليم في المشروع، امتى هيدخل الدوكيومنتيشن. كل ده المشروع ده هنا بروجكت project manager. مانجر هو ده اللي بيعمله. هو ده المسار اللي انا ممكن هاخده. وفي ناس، انا واحده من الناس دي، كان عندها شفت انها راحت للبرودكت ديفلوبمنت شويه. حلو. انها راحت من الكونسلتنج او من انها بتستعمل الفيتشرز انها بتعمل الفيتشر. ودي برضو نقطه حلوه. اكيد اكيد. حلوه لانها وبتعتمد برضو في كل ال3 مسارات دي، بتعتمد على البريفرنسز بتاعت كل واحد. يعني في واحد شاطر جدا في البرزنتيشن سكيلز، شاطر جدا وعنده قدرة على الإقناع فظيعة. صح. في ناس، أنا قابلت ناس يعني في حياتي شاطرة جدا 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 لدرجة إنها أنت ممكن تديها ورقة مكتوبة وهو يقدر يعمل لك برزنتيشن كأنه اشتغل الورقة دي بقاله 5 سنين. صح. فهي في الاخر سكيلز. انا بعد مثلا شويه خبره في الكونسلتنج انا بقول والله لا، انا اقدر ادي اكتر في البري سيلز. انا عندي قدره على الاقناع، البرزنتيشن سكيلز بتاعتي حلوه، الناس بتبقى فاميليار معايا على طول، بتاخد عليا بسرعه، انا بشرح للناس كويس، فانا امشي بري سيلز. والله انا شاطر في البلاننج اكتر، اروح بروجكت مانجمنت على طول. انا وهيبقى عندي برضو جزء مهم حتة التواصل مع الناس، طبعا ان انا الكوميونيكيشن اساسيه. حلو قوي. اساسيه في كل حاجه، حتى في لو انت رحت برودكت ديفلوبمنت فانت الكوميونيكيشن بتاعك اساسيه برضه. البرودكت ديفلوبمنت بقى بتعتمد على انك عندك شويه انوفيشن وشويه كده، بتبقى عندك احساس كده الكاستمر بيعاني من ايه. حاطط نفسي زي ما بيتقال مكان الراجل بتاع الحسابات اللي بيدخل الفواتير على السيستم، او مسؤول الاتش ار اللي بيدخل التعيينات، ايه الشاشة محتاج تمشي ازاي او المسار يمشي ازاي وهكذا.
انت بتعاني من ايه، انا اقدر اقدمه لك يسهل لك حياتك. مم. وهو ده فعلا البرودكت ديفلوبمنت او البرودكت مانجمنت بيعمله. حلو أوي. فهي حسب طيب البريفرنسز يعني. بعد ما دخلت المجال وانتي اقنعتينا وكل حاجه، هل ممكن يجي بكره الاقي الاي اي بيقول لي مع السلامه انت اقعد في البيت بقى خلاص انا هستلم مكانك؟ آه في المستقبل القريب لا، لكن مم. في المستقبل البعيد وارد. مم. بس هي الشطارة هنا انك اولا ما تفكرش في النقطة دي مم. ان الاي اي هياخد مكانك، لان انت في الاخر احنا اللي عاملين الاي اي، يعني الناس هي البني ادمين هي اللي عامله الاي اي. بس الفكرة المهمة جدا انك ازاي تستفيد من الاي اي. مم. يعني ما تفكرش ان هو هيربليسك ابدا، لكن فكر انت تستفيد منه انك تطور شغلك ازاي. حلو أوي. يعني لو التاسك بتاخد منك، هقولك على حاجة مهمة جدا ويمكن ناس كتير قوي بدأت تشتغل في الموضوع ده. احنا عندنا بيبقى عندنا فيز تقيلة جدا على الناس كلها، الدوكيومنتيشن. صح. يعني انا دخلني اعمل لو implementation. حد مش فاهم دوكيومنتيشن اللي هي الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها بعد بعد دليل دليل المستخدم حاجه منهم، صح؟ انك تقعد تعمل ده، دي تاسك متعبة جدا، مم. او بلاش متعبة، تايم كونسيومينج، بتاخد وقت. تمام. يعني انت ممكن يبقى عندك تقعد تعمل implementation شهرين، وتقعد اسبوعين تكتب دوكيومنتيشن، بس تكتب يوزر صح. جايد او مم. دليل المستخدم ده. لكن انت تقدر ت... تقلل الاسبوعين دول، ان دلوقتي الاي اي ممكن يساعدك انك تكتب لك الدوكيومنتيشن دي، مم. او على الاقل يكتب لك الانيشال فيرجن منها، او الصوره المبدئيه منها، او النسخه المبدئيه منها، حلو أوي. وانت تعدل عليها. مم. فاحنا ضروري 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 ندخل الاي اي في حياتنا، مم. في شغلنا اليومي، نفكر. وهنا برضو نقطة مهمة، هرجع للإنوفيشن لأنها ضرورية جدا برضو. حاجة مهمة جدا كمان إن كل واحد لازم يبقى عنده إنوفيشن. إن حلو. الإنوفيشن ده هيلعب دور مهم جدا، هيلعب دور مهم في تطوير نفسك وفي تطوير الشغل اللي أنت بتقومه. ما تعتمدش أو ما تاخدش في بالك على طول إن ال AI هيعمل لي ريبليسمنت. لا، مم. أنا هستعمل ال AI علشان أطور الشغل اللي أنا بعمله. آه، زي المثال اللي كنت بقوله لك، انا بكتب دوكيومنتيشن، اقعد باسبوعين بكتب دوكيومنتيشن، انا ممكن استفاد من الاي اي انه يساعدني ان انا اكتب الدوكيومنتيشن دي. شركات كتير دلوقتي بدات تطلع موديل internal موديلز عندها من الاي اي او من الايجنت، يعني علشان يساعدوا الناس بتاعتهم انهم يكتبوا دوكيومنتيشن. مم. ده هيوفر وقت الشغل. يعني بدل ما كنت باخد اسبوعين، هاخد على الاقل مثلا 4-5 ايام عشان مم. اخلص دوكيومنتيشن كامل. فهي الفكرة كلها الادابتيشن للتكنولوجي حتى internally في الشغل، حلو. والانوفيشن، طيب. اطور على طول شغلي. طب ده كده كان دور الاي اي. طيب هل انا ممكن بقى في اي سن، يعني انا شغال محاسب بقالي 10 سنين 15 سنه، هل سهل ان انا اقدر اعمل شيفت كارير وادخل مجال الاي ار بي؟ انا هيبقى عندي آه، خبره كويسه قوي في مجال الحسابات مثلا، او التصنيع او الاتش ار او كده، وشايف ان انا ممكن لو دخلت الاي ار بي اقدر انجح. بص، هي مفيش حاجة، مفيش وقت، مفيش تايم ليميت يعني للموضوع. حلو. بس هي الفكرة كلها انها هتيجي بشوية تنازلات، مم. لانك بقالك 10 سنين بتشتغل محاسب، انت راجل سينيور ليفل في المحاسبة. مم. لازم لو جيت حبيت تعمل شيفت كارير، لازم تعرف انك مش هتروح هناك سينيور، مم. هتروح هناك. وتضحية بالمرتب اكيد طبعا. طبعا. مم. بس برضه في التايتل خلي بالك، التضحية بالتايتل مش حاجة سهلة. حلو. لان انت اكيد سينيور ومعاك ناس ومعاك تيم. مم. عشان تعمل شيفت كارير فانت هتروح تتعلم. مم. مش هتروح جونيور ابدا، يعني مفيش ابدا شركه تاخدك جونيور، هتاخدك على الاقل ادفانسد بيسد على البيزنس اكسبيرينس اللي عندك. بس انت مم. لازم تحط نفسك في وضع انك رايح تتعلم، مم. ولازم تتقبل الاول انك رايح تتعلم. انت مش مم. هتروح عند الشركه اللي عملت عليها شيفت دي على انك سينيور، انت مم. هتروح تتعلم. حلو أوي. كل حاجه وارده، بس هتيجي يعني بمميزات وعيوب. مم. عشان اقدر ادخل شركات مالتي ناشونال واثبت نفسي، ايه نصايح ممكن تديها لحد؟ الشغف برضو. جدا، مم. وانك طبعا تبقى شاطر، مم. انك تبقى يعني الاكسبيرينس بتاعتك، وانك عندك solid باك جراوند.
مم. الاكسبيرينس حاجه مهمه جدا. مم. اكسبيرينس وباشن. طيب في شركات دلوقتي مالتي ناشونال ممكن بتاخد ناس فريش او انترن بتعمل لهم تريننج بروجرامز. هل دي بتبقى لو انا لسه خريج دي بالنسبه لي ممكن تبقى فرصه كويسه، ولا ممكن يبقى فرصه افضل ان انا اشتغل في شركه لوكال او شركه مصريه الاول واتعلم واخد خبره؟ والله لو عندك الاوبورتونيتي انك تروح انترن او تحت التدريب في الصيف وانت في الكليه، دي حاجه كويسه جدا. مم. ومعظم الشركات او الشركات المالتي ناشونال في مصر هنا بتعمل انترنشيب بروجرام. مم. الانترنشيب بروجرام ده بتاخد الطلبه في الصيف، ما بتاخدش الجراديويتس، حلو. بتاخد الطلبه يعني مثلا من سنه تالتة او رابعه في الكليه، يبداوا يدخلوا البروجرامز دي، مم. يعرفوه. ممكن ما يروحش يشتغل شغل كامل مم. او تاسكس كامله، بس بيعرفوهم البيزنس، بيعرفوهم الفيلد. احنا مثلا ساعات بناخد انترنشيب بيشتغلوا بزنس ديفلوبمنت، مم. بيشتغلوا بري سيلز، لا مش بري سيلز، بيشتغلوا سيلز، بيشتغلوا تيلي سيلز. مم. فكل ده خبرات متراكمه لاي حد. لو اي حد لسه في الكليه وعنده فرصه انه يدخل انترنشيب مع اي شركه تانية، او تدريب صيفي زي ما احنا كنا زمان بنقول عليه، صح. تدريب صيفي لاي فيلد، جو فور ات، يروح على طول. مم. لو في تجاره ويشتغل ياخد تدريب صيفي في بنك او انترنشيب في اي شركه، يروح. حلو. آه، طبعا اي تي كوميونيكيشن اي حاجه من دي، جو فور ات. اي شغل البني ادم بيشتغله او الشخص بيشتغله فهو بيزود خبره عليك. لو مش خبره في الشغل، خبره في التعامل. لو مش خبره في التعامل، خبره في شخصيته، هو بيبدا يكون شخصيته بدري. صح. الحاجات دي مهمه جدا. لو عايز يدخل آه الشركات المالتي ناشونال، انا انصحه انه يشتغل سنتين 3 في مشاريع الاول في شركات بارتنرز. مم. ميزه البارتنر انه بيشتغل كتير حلو قوي. عن الشركات مالتي ناشونال او المالتي كاستمر ناشونال. سايد. المالتي ناشونال طبعا بتشتغل مشاريع كتير، بس هي المالتي ناشونال ما بيبقاش عندها اللوجري او الرفاهيه انها تعلم. هي عايزه حد متعلم يدخل معاها على طول. بس البارتنر ممكن ياخد حد فريش جراديوت يعلمه. فانت انا اي ريكومند ان هو يشتغل 3 سنين 4 سنين بارتنر، يشتغل مشاريع على قد ما يقدر. المشاريع هي الكي بلاير في اللعبه دي كلها. حلو. هو الاساس. كل ما هتنزل مشاريع اكتر، كل ما هتاخد بزنس اكتر، كل ما هتاخد كوميونيكيشن احسن، كل ما هتاخد يوز كيسز وبروبلمز ومشاكل هتحلها، مشاكل هتقابلك، مشاكل في الكوميونيكيشن هتعرف تتعامل معاه. نيجوشيشن سكيلز هتختبرها او صح. تستفيد بيها في ازاي تعرف المشاريع تسوق للفكره اللي عندك وتعرف طبعا تستوعب اللي قدامك الافكار اللي عنده؟ المشاريع دي حاجة مهمة جدا. وزي ما قلت لك، لو أنا فريش جراديوت، أنا أشتغل أي حاجة. أساعد في برزنتيشن، أساعد في مشروع، أكتب دوكيومنتيشن، أعمل أي حاجة، أقعد جنب حد بيشتغل. دي حاجة مهمة جدا. انا خلصت، وشكرا بجد على وقتك. لو حابه تقولي حاجه يعني برضو الناس تستفيد بيها وتتعلمها، نصايح او اي خبرات حتى من الشغل. بص، أنا هرجع وأكد تاني إنك تحب اللي أنت بتشتغله جدا، إنك يبقى عندك شغف. كان في زمان أو مش زمان، في كده قاعدة في الفكر يابانية بتقول إن البني آدم علشان يبقى ناجح لازم يبقى عنده الشغف. الشغف ده هيتحقق من إيه؟ إنك تشتغل اللي أنت بتحبه، يبقى عندك خبرة كويسة في المجال اللي أنت بتشتغل فيه، تكسب منه فلوس وتفيد المجتمع. هم 4 يعملوا الشغف. إحنا من ال4 ما بنوصل لهمش أبدا، بس على الأقل إن إحنا 2 أو 3 يبقى عندنا، عشان يبقى عندي الشغف الكامل، أشتغل اللي أنا بحبه، أبقى شاطرة فيه، وافيد اللي حواليا. اعمل فلوس دي هتيجي يعني sooner or later، بس ال3 دول مهمين جدا جدا. شكرا جدا يا نشوى، بجد انا استفدت اول واحد. انا كمان وشكرا اتبسطت على جدا. وقتك والله. ميرسي جدا. ولو الحلقه عجبتكم اتمنى ان انتوا تشاركوها مع ناس ممكن يستفيدوا بيها ان شاء الله. السلام عليكم.